في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت عن ازاي تبيع عقارك وايه هي اهم العوامل لنجاح بيع العقار. وكنت اتكلمت برضو قبل كده عن ازاي تأجر العقار، وكنت قلت نقطة مهمة انك الافضل دايما تتعامل بعقد حصري، تمضي مع شركة او وسيط اكسكلوسيف علشان تبيع او تأجر العقار بتاعك ده في اسرع وقت وبأحسن سعر. في الفيديو ده انا هتكلم عن العقد الحصري وايه هي مميزاته ليك انت كصاحب عقار عايز تبيع او تأجر، وهل فعلا العقد الحصري ده هيزود لك فرصة البيع في اسرع وقت وبافضل سعر. خليك متابع معايا لاخر الفيديو. انا محمد رضوان واهلا بيكم في فيديو جديد. خليني الاول اوضح سريعا للي مش عارف ايه هو عقد التسويق ده. عقد التسويق اللي بيكون بينك وبين الوسيط العقاري هو مش عقد بمعنى عقد، هو تقدر تقول اتفاقية او اجريمنت، بتكون زي وثيقة ورقة بينك وبين الوسيط العقاري اللي هيشتغل على الوحدة او العقار بتاعك، مقابل اتعاب او عمولة انت بتدفعها وقت تنفيذ عملية البيع او الايجار، وقت التعاقد يعني. والاتفاقية دي بيبقى مكتوب فيها بياناتك انت وبيانات الوسيط وبيانات الوحدة، سواء بقى المساحة، موقعها، السعر المتفق عليه، السعر اللي الوسيط هيشتغل بيه، وطبعا العمولة، نسبة العمولة، كل ده بيبقى مكتوب في الاتفاقية دي. فالاتفاقية أو العقد ده أيا كان المسمى في نوعين، في عقد حصري وعقد مفتوح. العقد المفتوح ده اللي هو العادي، أنت بتدفع الأتعاب أو العمولة للوسيط العقاري ده لو تم البيع من خلاله، هو من خلال مشتري هو اللي جابه بشكل مباشر او جابه عن طريق وسيط تاني بشكل غير مباشر. انما لو بعت او اجرت العقار ده من خلال وسيط تاني او من خلالك انت شخصيا، فانت خلاص مش ملزم تدفع له اي حاجه. العقد الحصري اللي بيختلف فيه بقى ان العقار بيكون مع الوسيط او الشركه دي بشكل حصري، بشكل اكسكلوسيف، بمعنى ان لو تم البيع لازم بتدفع له هو العموله حتى لو ما تمش البيع من خلاله. وده اللي بيخلي الوسيط او الشركه تشتغل على العقار بشكل احسن وتسوقه بشكل اقوى لما يكون معاها بشكل حصري. لان العقد المفتوح مشكلته ان انا دلوقتي ممكن اشتغل على العقار ده واصرف عليه فلوس وابذل مجهود واجي اكلمك بعد فتره تقول لي لا خلاص ده اتباع. انما العقد الحصري عشان انا ضامن حقي وضامن عمولتي ومديهولي انا بس بشكل حصري، فانا بشتغل عليه بشكل احسن. وكمان العقد الحصري ده بيكون مرتبط بمده، بيكون متحدد له مده معينه. المده دي غالبا ما بتقلش عن 3 شهور، ما ينفعش اقل من 3 شهور. ليه ما ينفعش اقل من 3 شهور؟ لانه لو اقل من 3 شهور، لو شهر مثلا، هو اصلا المسوق العقاري على ما يبتدي يعمل له اعلانات ويبتدي يجي له مردود ومكالمات على العقار ده هيكون مش قبل شهر مثلا، فهيكون مده العقد خلصت، فبرضه هيخاف ان هو يشتغل على حاجه زي دي. فهو ده اللي بيختلف في العقد الحصري، الشرط ده ان انت بتبقى مديها لمسوق او شركه واحده فقط لمده معينه، مده 3 شهور مثلا، وفي خلال المده دي لو اتباعت لازم هو بس اللي بيستحق العموله. حتى لو بعتها بره عنه خلال المده دي انت ملزم تدفع له هو الاتعاب او العموله. لان بتحصل ساعات ان ممكن وسيط تاني يكلمك يقول لك انا معايا عميل فتخلص معاه مثلا، او حد قريبك ولا جارك مثلا عرف انك عارض العقار ده فكلمك واشترى منك. حتى لو ده حصل، جارك بقى اشترى، قريبك، اخوك اشترى منك، انا ماليش دعوه، برضه لازم بتدفع العموله للوسيط العقاري اللي انت ماضي معاه حصري. فهو ده الشرط الاساسي اللي بيختلف في العقد الحصري. طيب اول حاجه لازم تبقى فاهمها برضه ان العقد الحصري ده ما ينفعش تمضيه مع اي شركه. لازم تختار كويس الشركه او الوسيط اللي انت هتمضي معاها عقد حصري. لازم تكون شركه بتشتغل بشكل احترافي. وانت برضه كوسيط عقاري لازم تبقى فاهم انك قبل ما تعرض عقد حصري على اي عميل لازم الاول تكون بنيت علاقه ثقه بينك وبين العميل ده. علاقه الثقه دي بتيجي منين؟ بتيجي من طريقه التعامل، بدايه بقى من مكالمه التليفون، وانك بتروح تعاين العقار وتصوره بشكل احترافي، بتتناقش معاه في السعر عشان ترشح له السعر كويس للبيع. فكل ده بيوصل للعميل هل انت شخص بروفيشنال محترف فهمان خايف على مصلحته بتديله النصيحه المظبوطه، ولا انت بتشتغل بطريقه البياع اللي هو عايز يبيع البيعه وياخد عمولته وخلاص. وبرضه لما تيجي تتفق مع عميل بعقد حصري لازم تتاكد ان العقار ده قابليه البيع بتاعته عاليه، يعني يبقى متوفر فيها العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، زي جديه البائع والتسعير الصحيح والطلب على العقار ده. فلازم قابليه البيع للعقار ده تكون عاليه علشان تاخد عقد حصري. انما لو قابليه البيع للعقار ده قليله ما انصحكش خالص انك تمشي في سكه العقد الحصري، لان دلوقتي عقد حصري ده بيبقى التزام عليك انت كوسيط اكتر من العميل نفسه. العميل هو التزامه ان هو بس يدفع لك العموله
وقت التعاقد. انما انت كوسيط انت ملزم انك تكثف شغل عليها وتصرف تسويق اكتر على العقار ده. وطبعا العميل بما انه مديها لك بعقد حصري ومش مديها لحد تاني غيرك، فهو متوقع منك مردود ايجابي في وقت قليل، فهيلاقي ان مفيش اي مردود ولا اي حركه على العقار ده، علشان هو اصلا قابليه البيع بتاعته ضعيفه. ففي الاخر ولا ده هيبقى في مصلحتك ولا في مصلحه العميل. وبرضه لازم تتكلم مع العميل بشكل محايد ان انت بتشتغل بنوعين من العقود، عقد حصري وعقد مفتوح. وده العقد الحصري مميزاته وعيوبه، وده مميزات العقد المفتوح وعيوبه. انما لو انت فضلت تحاول تفرض على العميل اتجاه معين، اتجاه العقد الحصري، فغالبا العميل هيحاول يقاوم الفكره. واهم حاجه برضه لازم توصل للعميل المميزات ليه هو في العقد الحصري. ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، لان اغلب الوسطاء لما تيجي تسالهم ايه فايده العقد الحصري او ايه مميزات العقد الحصري، فتلاقيه دايما يقول لك ان مميزات العقد الحصري ان انا بضمن حقوقي وبضمن عمولتي حتى لو اتباعت من خلال حد تاني. فبيبقى دايما الوسيط باصص على الفوائد اللي هتعود عليه هو في العقد الحصري. فخلينا نتكلم على المميزات او الفوائد اللي هتعود عليك انت كعميل او كصاحب عقار في العقد الحصري. اول حاجه، علشان العقار ده بيكون معايا لفتره زمنيه محدده، فانا بقدر اعمل دعايه وتسويق اكتر. ودي نقطه مهمه لازم تبقى فاهمها كويس، علشان كتير بيبقى متخوف من النقطه دي. بيبقى فاهم ان انا دلوقتي لو اديت العقار بتاعي لكذا شركه ففرصه البيع بتزيد، انما لو اديتها لشركه واحده بس فرصه البيع بتقل. انما الكلام ده غير صحيح، والكلام اللي انا بقوله لك ده كله من واقع تجارب وخبراتنا في السوق. ده كلام انا بقوله لك بيحصل على ارض الواقع، مش جاي اقول لك كلام نظري. انت دلوقتي لما بتدي العقار بتاعك لكذا شركه، لبروكرز او سماسره كتير في السوق، واغلبهم بيشتغلوا بشكل غير احترافي، بيكون هنا نوع التسويق رد فعل اكتر من ان هو المسوق بيبادر ان هو يسوق للعقار ويوصل لاكتر عدد من المشتريين المحتملين. لان اغلب الشركات دي اللي انت بتبعت لهم بيانات العقار بتاعتك بياخدوا البيانات دي ويحطوها في الداتابيز عندهم في الشركه، ولما يجي له عميل يطلب حاجه مشابهه ساعتها يبتدي بقى يعرض له العقار بتاعك. غير لما اكون مديها لشركه واحده هتعمل لي تسويق ودعايه بشكل مكثف عشان توصل لاكبر عدد من المشترين المحتملين، فبتبقى طبعا نتيجه افضل. تاني ميزه ان العقد الحصري ده بيزود من قيمه العقار بتاعك. يعني دلوقتي المشتري لما بيلاقي العقار ده معروض مع كذا حد وشركات كتيره، بيديله انطباع ان البائع ده يعني مدلوق على البيعه، وان العقار ده معروض مع ناس كتيره ولسه ما اتباعش. انما لما تكون معروضه مع شركه واحده بس، بيدي انطباع للمشتري ان الوحده دي فريده من نوعها مفيش زيها في السوق. طبيعي اي حد بيشتري حاجه بيبقى حابب يشتري حاجه مميزه، حاجه تكون الناس كلها عايزاها بس مش في ايدين كل الناس، مش متاحه لكل الناس. فدي تاني نقطه، ان العقد الحصري بيعلي من قيمه العقار بتاعك فتقدر تبيعه بافضل سعر. ثالث نقطه في العقد الحصري انه بيحميك من البروكرز او السماسره الكتير اللي بيشتغلوا بشكل غير احترافي في السوق، واللي ممكن يكونوا بيغيروا من سعر العقار عشان يجذب المشتري. يعني انت مثلا العقار بتاعك بتعرضه ب5 مليون، فواحد يعرضه ب4,900، واحد تاني يعرضه ب4,800 علشان بس يجذب المشتري ليه. وده طبعا بيضعف فرصة البيع او البيع بسعر كويس، لان المشتري بيجي يتفاوض معاك في ارقام قليلة بناء على اللي هو شافه او سمعه في السوق. النقطة الرابعة إن أنت بيبقى عندك شخص واحد هو اللي مسؤول عن بيع أو إيجار العقار ده. أنت دلوقتي لما بتتعامل مع 5 شركات أو 10 شركات أيا كان، هو ما بيبقاش فيه ولا واحد فيهم مسؤول. أنت اديت العقار بتاعك وبعت البيانات العقار لكذا شركة، وكذا حد ممكن يكون نزل العقار ده في الموقع بتاعهم أو حطه في الداتابيز عندهم في الشركة، بس ولا واحد فيهم بيبقى مسؤول فعليا عن بيع العقار ده. انما لما انت بتكون متعاقد بعقد حصري مع شخص او شركه واحده، بيكون هو ده الشخص المسؤول عن العقار، وهو ده اللي انت بتوجه له كل المكالمات او المتابعات من خلال شخص واحد. وده ينقلنا للنقطه الخامسه، وهو ان بيبقى عندك سنجل بوينت اوف كونتاكت. انت كصاحب عقار بتتعامل مع شخص واحد فقط، هو ده اللي بتتكلم معاه وبتتابع معاه بخصوص اي حاجه تخص العقار. غير لما تكون بتفضل تكلم كذا شخص تتابع معاه او كذا حد يكلمك، ومش كلهم فاهمين اهدافك في البيع ومش كلهم عارفين اوقاتك المناسبه علشان تتكلم مثلا. غير لما يكون شخص واحد هو اللي مسؤول، وهو اللي بيجي لك من خلاله المكالمات، ومتفقين مع بعض على خطه التسويق، وهو اللي بينشر الاعلانات، ومصدر المعلومات كلها بتبقى موحده علشان بتكون من شخص واحد. غير لما تكون مصدر المعلومات من كذا واحد. عقد حصري مش معناها ان المسوق العقاري بيحرم غيره انه يشتغل عليها. ودي نقطة مهمة برضو لازم تبقى فاهمها، لان كتير بيبقى متخوف ان انا دلوقتي لو اديتها لك انت بعقد حصري
فما فيش حد تاني هيشتغل عليها. انما ده غير صحيح، انا بخلي غيري يشتغل عليها، سواء ناس معايا من جوه الشركه ومكاتب تانية للشركه، او حتى من خلال شركات خارجيه مع مسوقين من بره الشركه. فانا كمسوق انا بخلي غيري يشتغل عليها عادي جدا. انت كبائع بس انت بتبقى خلاص واخد موقفك ان انا مفوض بالنيابه عنك في التعامل في اي حاجه تخص العقار ده، سواء بالتعامل مع مشتريين بشكل مباشر او بالتعامل مع وسطة بشكل غير مباشر مع العملاء اللي معاهم، علشان في الاخر اوصل لافضل حاجه ليك. فمش معنى انه عقد حصري ان ما ينفعش اخلي غيري يشتغل عليها، لا بالعكس، ده انا عايز اعمل لها تسويق بشكل مكثف اكتر، فبعرضها اكتر كمان مع البروكرز او مع الوسطاء اللي جوه الشركه واللي بره الشركه كمان. نتيجه لكل الكلام اللي احنا قلناه ده، فالبائع بيقدر يوصل لاحسن نتيجه في بيع العقار بتاعه، ان هو يبيع بافضل سعر وفي اقل وقت، طبعا من خلال التسويق الاكتر او التسويق المكثف للوحده، وان قيمه العقار بتكون محفوظه، لان التعامل بيكون من خلال شركه واحده او شخص واحد، والتواصل او التعامل بيكون من خلال شخص واحد، ومعلومات السوق بتبقى كلها موحده علشان بتكون من خلال شخص واحد مصدر معلومات واحده. فعلشان بيبقى شخص واحد هو اللي مسؤول او شركه واحده هي اللي مسؤوله عن بيع العقار، فبتقدر توصل لافضل نتيجه في بيع او ايجار العقار بتاعك. اتمنى تكون شويه التبس او شويه النقط دي افادتكم. وطبعا مش محتاج افكرك، لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت. ما تنساش الاشتراك في القناه، اعمل لايك لو الفيديو عجبك، واعمل شير علشان اكبر عدد يستفاد. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.